هلو، حلقة النهارده مهمة جدًا لأي حد بيفكر يقدم على السيرة التحضيرية أو الstudent career. خاصةً إن إحنا معانا النهارده حد بات مشى في الخطوة from scratch. قدم على كل حاجة بنفسه. دخل امتحان بيهرس مرة و2 و3 لحد ما الحمد لله ربنا وفقه فيها. والنهارده جايين هيقول لنا كل الsteps، هيقول لنا كل حاجة ممكنة بالتفاصيل على قد ما نقدر، بحيث إن نسهل على الناس شوية اللي عايزة تقدم على الstudent career أو السيرة التحضيرية. مرحب معانا النهارده مستر كتوت. حبيبي يا اسلام، ازيك؟ عامل ايه؟ الأخبار يا مستر؟ والله الحمد لله كله تمام. مية. تمام. عرفوا نفسك. اسمي احمد محمد السيد، عندي كتوت. عندي 23 سنه. دلوقتي انا في رابعه بزنس ادمنستريشن اللي هي كليه اداره اعمال جامعه اسكندريه. الالماني من سنتين. ودخلت امتحان جوتا البي اينز مرة واتنين، الحمد لله نجحت في الثالثة، ويعني كانت تجربة كبيرة بس عشناها مع بعض وكانت تجربة جميلة. لا بس أنت دخلت مرة و2 وتاني، يعني مش من أول مرة فقدت الأمل يعني. ناس كتيرة من أول مرة وقعت في امتحان، وقعت في مثلًا عدت ستايل، وقعت في طريق طيارات، بيفقدوا الأمل يقول لك خلاص ما مش هاكمل. إن أنت تخش مرة و2 و3، يعني أنت عندك ما شاء الله مثابرة إنك ماشي ورا حلمك، ماشي ورا هدفك. فيعني دي مهمة جدًا للناس اللي وقعوا في الامتحان من أول مرة، لأ يعني كمل. أنت بدأت امتحان، بدأت درست ألماني بقالك 9 شهور، سنة. أنت لازم توصل لcheck point أو توصل لmilestone كده. أنا وصلت لدي. فأنا عايزك تكلموا أكتر عن موضوع الB1 certificate، يعني اللي أنت إيه أخدت أكتر من مرة يعني. اوكي. انا اولا بدأت يعني الالماني اخد مني بالظبط سنتين دراسة. اوكي. إيه اللي عامل B1؟ لغاية البي اينز تمام. وقطعت شوية عشان كان عندي امتحانات كلية ميد ترم، الترم الاول الفاينل بتاع الترم الثاني، فكانت الدنيا صعبة شوية، بس لو كنت فاضي كنت هقدر اهتم اكتر. غير كده برضو الامتحان اخد مني وقت، يعني عشان اعدي في الامتحان البي اينز اخد مني 9 شهور. وبرضو ده كان زي ما قلت ان انا كانت المثابره معايا اللي نفعني، ان انا كنت باصص لحلمي قدامي. يعني كنت الاول تيست دخلته نجحت في تايل واحد بس، تاني تيست نجحت في تايل تاني فبقى معايا تايلين، تالت مره نجحت في التايلين التانيين والحمد لله بقى معايا شهاده. بس ده اللي كان مساعدني ان كان معايا تيم كويس. يعني كان انت طبعا كنت معايا، كنت بتساعدني على طول، حتى لما كنت بتبقى مسافر كنا بنذاكر مع بعض اونلاين. فاكر كنت انت بتبقى في الساحل وانا ساعات ببقى مسافر وكده. وبرضو عملت عمرتين. لا دي جات لي بعد حج. تمام. فالحمد لله ربنا كرمني، عشان كنت حاطط حلمي ان انا عايز اوصل اللي انا عايزه. فانا عملت كده عشان كنت اخش شتودنت كوليج وعشان ادرس في المانيا. السنة التحضيرية. السنه التحضيريه. النهارده عشان نتكلم عن السنة. بالظبط. إيه هي السنة التحضيرية؟ مين اللي يقدم على السنة التحضيرية؟ تمام. السنه التحضيريه عباره عن سنه هي تعتبر التمهيدي للسنه اللي انت هتدرسها. عشان في المانيا الثانويه العامه عندهم 4 سنين، لكن في الدول العربيه عندنا 3 سنين، فبالنسبه لهم في فرق ما بين السنه والكليه. تمام. عشان انا كطالب مصري مثلا عايز ادرس سنه تحضيريه في المانيا، لازم يكون معايا 60% ادبي او علمي، فوق 60%، تحت 60% ما اقدرش ادرس سنه تحضيريه. ويكون معايا اقل حاجه بي اينز، ان في كليات بتقبل بالبي اينز وفي كليات بتقبل بالبيتس 5. اوكي. وده هنتكلم عليه في طريقه التقديم. تمام. السنه التحضيريه هي بتعادل ان انت درست سنه في بلدك. زي مثلا ان انا عايز ادرس هندسه، فحد ممكن ادرس سنه هندسه في مصر هتشيل من عليا السنه التحضيريه. طب انا مش عايز ادرس سنه في مصر وعايز اخد السنه دي في المانيا، بحيث ان انا اول لغه سنه هتنفعني في الاقامه في المانيا، فايه اروح مسافر ودارس شتونين كوليج. تمام. يعني دلوقتي أنا طالب ثانوية عامة، خلصت ثانوية عامة، اوكي. جبت 60%. حلو قوي. B1 في certificate معايا. ماشي. اوز دي برضو تنفع. LSD تانك جوتر. إيجابي. بالظبط، اي شهاده بي اينز معترف بيها في المانيا. تمام. وطبعا بلوج أكونت. اه طبعا ده اساسي، هنتكلم فيه برضو شويه. أقدر إن أنا أقدم على اشتري كوريا، بالظبط. اللي هي السنة التحضيرية اللي قبل الجامعة. بالظبط. إزاي ما أخدش السنة دي؟ ان انت تخش جامعه في مصر. أي انا جامعة ولا جامعة في التخصص؟ لا، جامعه في التخصص، ولازم يكون معترف بيها في المانيا، ان في جامعات في مصر مش معترف بيها في المانيا. اوكي. مثلا انا عايز اخش طب، تمام، هخش سنه طب في مصر، تمام. وبعد ما اخد السنه الاولى اروح نازل مقدم يعني على اي كليه بالسنه دي تشيل من عليا ال 20 كليه.
تمام. وعايزين نتكلم على انواع الشتودنت كوليج، ان الشتودنت كوليج انواع، ما ينفعش مثلا ادرس اي شتودنت كوليج. لو انا مثلا عايز ادرس هندسه بكل انواعها هحتاج التي كورس. تي كورس هدرس مثلا طب، علاج طبيعي، صيدله، ام كورس. الفي كورس للمحاماه وللحاجات اللي هي تبع كليه، تبع شهاده ادبي شويه، administration. بس برضه في حاجات الاي تي، يعني في الفي كورس حاجات مشتركه ما بين الفي كورس والتي كورس، ده يقدر يخش بيها وده يقدر يخش بيها، لكن حاجات التي كورس ما تقدرش ناخدها من الفي كورس. تمام. فانا دلوقتي زي ما قلت بالظبط، ان انا لو انا هدرس هندسه اخش كليه اول سنه من هندسه كده، انا اقدر اقدم على كليه على طول. طيب دلوقتي انا عيني تمام، جات لي مثلا تجاره، جات لي كليه تانية غير الهندسه، لازم اخش اشتغل. لازم تخش اشتغل كليه. اوكي. زي حالتي انا بدرس في كليه تجاره اللي هي جامعه اسكندريه، بس ايه هخش اشتغل كليه عشان يعني هغير الكارير بتاعي واخش هندسه. حلو جدا. طيب الستودنت كوليج او السنه التحضيريه هل تنفع للثانويه العامه فقط، ولا اي جي امريكان نظام جديد؟ بالظبط. بالنسبه للاي جي والامريكان ليهم، يعني الانترناشونال ليهم وضع خاص ان هم لازم يتواصلوا مع الجامعه الاول عشان يعرفوا اذا يعني زي مثلا حاول حاله من اصحابي الجامعه قالت له ان انت لازم تاخد سنه تاخد سنه في مصر. اللي الجامعه كان عايز يدرس هندسه، تاخد سنه في هندسه في مصر، وهتسافر المانيا هتدرس كمان شتودنت كوليج، يعني هتدرس سنتين عشان تقدر تدرس في مصر. فنصيحه لطلاب الاي جي والبريتش والحاجات دي، اسالوا للجامعات اللي انتوا عايزينها، انا عشان ادرس عندك ودي الشهاده بتاعتي اعمل ايه؟ ان كل جامعه مع الجامعات تتواصل مع الجامعات عشان تقول لك كل جامعه ليها وضع خاص. طيب ثانويه عامه، اوكي. في المية دي ايدز بلوك اكونت ازاي؟ تمام. دلوقتي عشان تقدم هنبدا بس الاول ازاي اوصل للجامعات. ازاي اوصل للجامعات؟ عشان انا الجامعه اللي هختارها هي دي اللي هقدم بيها. بنخش على موقع ده عادي، بنكتب في السيرش شتودنت كوليج، ومثلا تي كورس، ام كورس، في كورس، الكورس اللي انا عايزه على حسب انا عايز، على حسب هندسه، طب، محاماه، او حاجات ادبيه. تمام. هيطلع لي 50 جامعه، مش ده مينيمم، يعني بيطلع ازيد كمان. فانا هنقي الجامعات اللي انا عايزها واشوف كل جامعه متطلباتها ايه. مثلا هندي مثال على اشهر جامعتين، جامعه لايبزيج وفرانكفورت اللي هي جامعه جوتا، بيقبلوا بالبي اينز، دولت من اكبر الجامعات في المانيا، وان هي بتقبل بالبي اينز دي حاجه كويسه جدا. في جامعات اكتر من كده بكتير. فماشي. في جامعات زي لايبزيج وفرانكفورت عن طريق اليوني اسيست. اليوني اسيست ده موقع بخش اسجل فيه وبعمل لنفسي اكونت، وبقدر اقدم منه من خلال جامعات. في جامعات تانية بتقول لك انا عندي الموقع بتاعي تقدر من خلاله ان انت تقدم. في جامعات ثالثه ودي بالنسبه قليله جدا بتقول لك لا، انت تبعت لي الورق عن طريق دي اتش ال، فيدكس، اي شركه، ولازم اطلع عليه الاصلي. تمام. انا في تجربتي قدمت عن طريق اليوني اسيست، و75% من الجامعات بيبقى عن طريق اليوني اسيست. تمام. بتعمل ايه؟ بتصور كل حاجه، انا صورت كل حاجه بالموبايل كام سكانر، وبرفعها بي دي اف على الموقع، والموضوع ايزي جدا، يعني سهل جدا. انا قدمت على اليوني اسيست وهم اول تقديم ب 75 يورو. بعد كده اي تقديم حتى لو 10 جامعات ب 35 يورو. ليه اول تقديم ب 75 يورو؟ ان هم بياخدوا الشهاده بتاعتك والبي اينز وكل ده، وبيعملوا معادله، وبيطلعوا لك الجي بي اي بتاعك الالماني، وبيبعتوا لك الكليه، والكليه ساعتها هي اللي بترد عليهم. فالأوني اسيست بيعمل كل ده، بيعمل كل ده. ان انت ايه تعامل. وبالنسبه للاوني اسيست ده برضه عشان الناس تسال، ده حاجه تبع المانيا، يعني ده مش حاجه كوميشن من الشركه مثلا انا رحت لها او حاجه، لا دي هي الجامعات الالمانيه كتير منها متعاقد معاك. تمام. دلوقتي انا ثانويه عامه 60% بي ايدز بلوك اكونت، عملت شفت الجامعه، قدمت على الاوني اسيست، ايه اللي صورت؟ تمام. قدمت على اليوني اسيست، بتاخد وقت عبل ما بيراجعوا لك الورق. يعني هم عاملين ان مثلا الشهادات اللي من اسيا بتاخد 3 اسابيع، افريقيا بتاخد اسبوعين. خلصوا بيبعتوا للكليه، الكليه ساعتها هتبعت لك ان انت اتقبلت في السنه التحضيريه، بس انت مش اتقبلت انت هتتبعت لك دعوه للاوفناما تيست. عشان في ناس بتتلخبط بالظبط. لما بيجي لهم ايميل من اللي هو انت اتقبلت في موضوع الاوفناما تيست، يقول لك اروح اقدم بيه على السفاره، اروح اقدم على الفيزا على طول بيها. ما تقدر تقدم بيها الفيزا. انا عملت كده، انا قدمت الاول لما جالي القبول بتاع الاوفناما تيست، قدمت عليه على الفيزا عشان اسافر. الاوفناما تيست ده هنتكلم عليه ان هو ده مهم جدا في الشتودنت كوليج. عباره عن امتحان في المواد اللي انت هتخشها، يعني لو تي كورس هيمتحنوك في دويتش وماس. اوكي. تمام. بيبقى صعب
هو بيبقى سهل، النجاح فيه سهل، بس المشكله فين؟ بيبقى مقدم مثلا 1000 طالب، الجامعه بتبقى عايزه 40 واحد بس. 40. 40 واحد بس، وكمان مش اي 40، ال 40 اللي هم ناقصين مثلا ايه، نص اللي هم ايه التوب من ال1000. بس كده انت بتقول الموضوع بيبقى صعب. الموضوع بيبقى صعب، بس عايز اقول لك في ناس بتقعد تدرس، وفي ناس انا اعرفها قعدت تدرس مع الثانويه العامه وتجهز للستودنت كوليج ودخلوا نجحوا. ليه؟ ان هو دخل الدويتش ما نقصش ولا درجه، ودخل مثلا الماس نقص فيه درجه او نص. وغير كده موضوع الجنسيه برضو بيبقى عامل مهم، ان الكليه عشان ما تصدمش حد بتحدد لكل جنسيه عدد معين. مصر مثلا 5، معين. مصر 5، سوريا 5، السعوديه او دول الخليج اعداد معينه. طيب انت بتتكلم عن الستودنت كوليج العام ولا الخاص؟ ما بالظبط في نوعين بقى، احنا اللي بنتكلم عليه ده العام اللي هو اللي هو الحكوميه. اه الحكوميه. الخاص بقى بيبقى الموضوع ان انت داخل بفلوسك، بمعنى حجزت مكان ودفعت، بيعملوا لك اوف نما تيست برضو اللي هو ممكن اي حد يعدي فيه. خلي بالك انت الاوف نما تيست بتاع الحكومه انت ممكن تجيب 60%، تجيب 50%، 70، انت نجحت بس مش هتتقبل. تمام. لكن الستودنت كوليج بقى الخاصه انت بتدفع فلوس، وعايز اقول لك الستودنت كوليج الخاصه بتتراوح من 4000 ونص ايرو في السنه لغايه 8000 وفي 10000 في السنه. فبس الجامعات الخاصه طبعا ده بلس البلوك اكاونت. البلوك اكاونت ده ملوش اي علاقه بالستودنت كوليج، ده له علاقه بقبول السفاره. يعني الستودنت كوليج عمرها ما هتسالك انت عندك بلوك اكاونت ولا ما عندكش، هي بس بتشوف الثانويه العامه والشهاده بتاعت الجود سيرتيفيكات او اس دي. طيب يبقى قلنا السنه بتكون 4000 ونص ستارتنج فروم. تمام. ده في الستودنت كوليج. ان نرجع تاني للحكوميه، ان دي بيبقى الاغلب قدمنا عليها. جالي الدعوه الاوف تيست، ساعتها باخدها وبروح بيها للسفاره، الدعوه بتاعت الاوف تيست. طيب يعني الموضوع برضو مش اسهل حاجه. هو مش سهل بس تقدر تعمله بنفسك. يعني انا ليا اصحابي عملوا الموضوع ده مع ناس دخلوهم وخلوهم يعملوا حاجات صعبه. انا لما عملت الموضوع بنفسي اول حاجه اخدت خبره كويسه جدا نفعتني، غير كده ما كلفنيش ولا اي حاجه، يعني وفرت فلوس كويسه جدا. يعني انت عملت الموضوع بنفسك فروم سكراتش، ما استعنتش باي شركات تانية؟ لا 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 خالص، ولا شركه اي حاجه. كنت بس بخش على الجروبات اللي هي على تليجرام او على واتساب، وكنت بسال للناس طب انت قدمت ازاي، عملت ايه، طب مين معايا مقدم يا جماعه عشان نعرف ايه الخطوات، بس كده. طيب قانون العمل الجديد. ده بالنسبه للشغل وقت الدراسه. اوكي. سهل، ممكن نقول سهل شويه. يعني مثلا دلوقتي انا واحد قررت ان انا هدرس في المانيا، جمعت بلوك اكونت وجبت ال 4000 ونص ودخلت اول ترم او اول سنه. اوكي. موضوع الشغل اكيد انا عايز عشان السنه الجايه، يعني عايز اشتغل، وبرضه عشان تحافظ على البلوك اكونت بتاعك. فانا ممكن في تجديد الاقامه يطلبوه منك تاني، يعني بس ده بيبقى نادرا، يعني لو حد في المكتب الاجانب بيغلس قوي. اللي اعرفه ان هو كان في الاول ممنوع الشغل، ممنوع. غير في الاجازات الرسميه، كريسماس، حاجات اللي هي المهمه قوي تبقى اسبوع. من شهر 3 2024 طلع قانون جديد لدراسه الشوتنج كوليج وللغه. اللغه بارت تايم، الشوتنج كوليج انت تقدر تشتغل فول تايم زيك زي اللي بيدرس باتشلر او ماستر. فده سهل للطلاب اكتر ان هم يسافروا ويدرسوا ويقدروا يصرفوا على نفسهم. حلو. البنات، هل في حاجه زي ايه تسهل شويه للبنات؟ يعني دي مثلا ممكن ادرس اشتري كوليج هنا في مصر او القاهره في جامعه هنا. كلمني اكتر عن الموضوع ده، مثلا مش للبنات، يعني اللي عايز كان سكولرشيبس كمان اكتر. بص في موضوع مهم جدا في مصر، والموضوع ده يعتبر مهم جدا وناس كتير ما تعرفوش. مصر فيها ستودنت كوليج تبع جوتا انستيتيوت ان كايرو، تبع جامعه يو برلين التقنيه. تمام. ودي من احسن الجامعات في المانيا. فتحت ستودنت كوليج في مصر من 2019، وتعتبر تاني دوله بعد هولندا. يعني اول اللي هو دوله المانيا تعمل فيها ستودنت كوليج بره المانيا كانت هولندا، تاني دوله مصر. اتعاونوا مع جوتا انستيتيوت ان كايرو، فتحوا تبع جامعه يو برلين. بالنسبه للبنات وللولاد دي طبعا حاجه كويسه. لو انا لسه اول سنه غربه وما عنديش اكسبيرينس كبيره ولسه مخلص ثانويه عامه، اقدر ادرس في بلدي، وهي نفسها الستودنت كوليج اللي بره. بس العام ولا خاص؟ دي لا، دي اللي هي اللي في كايرو. ما هي تعتبر خاصه لان مصاريفها عاليه. طب سكولرشيب؟ هنتكلم عن السكولرشيب بس نخلص بس الاول الجامعه اللي في كايرو اللي هنا تي كورس بس.
يعني عشان اللي عايز يدرس في القاهره هيدرس بس تي كورس. لو عايز طب للاسف ما فيهاش. في تاني في كورس اللي هي التي كورس اللي هي هدرس هندسه وكمبيوتر ساينس واي تي. اوكي. طب انا عايز ام كورس، لا للاسف لازم تسافر المانيا، اللي موجود هنا تي كورس. وبالنسبه ان هم بصراحه بيعملوا كل 3 شهور ايفنت اونلاين، بحيث ان اي حد عايز يخش يسالهم. وتقدر كمان تخش على الايميل تبعت لهم بيردوا عليك بسرعه. وهنتكلم بقى هنا على السكولرشيب للجامعه دي اللي هي جامعه تيو برلين اللي في القاهره. عاملين سكولرشيب للمدارس الحكوميه، السكولرشيب للولاد للخارجين من دفعه السنه، لازم تكون دفعه السنه. يعني انا مثلا احنا دفعه خلاص 2024، لازم تكون خريج دفعه 2024 مدرسه حكوميه مصريه، لا خاصه لا تجريبيه لا امريكان لا بريتش طبعا. وبالنسبه للبنات ليهم سكولرشيب كامله، لدرجه ان ساعات لو انت متفوق بيدوك سكولرشيب كبوكيت ماني لما تسافر بعد الستودنت كوليج. دي تبع مؤسسه عائله ساويرس، ان برضو الجامعه تيو برلين ليها فرع في الجونه. فالموضوع ده دلوقتي انا ممكن اقدر على سكولرشيب. طب السكولرشيب دي ليها طلبات معينه؟ ما زي ما قلنا ان الولاد لازم تكون دفعه السنه دي خريج مدرسه حكوميه، تمام، وباسبقيه التقديم. البنات اللي بس الولاد تقريبا 50%، البنات 100%. تمام، بلس ان في بوكيت ماني لو كانوا متفوقين. وطبعا دي هتسهل على الناس كتير اللي هي ما عندهاش خبره كبيره او اللي عايز يسافر ويتعب. لكن لو انت عايز تسافر وتجرب الحياه في المانيا، خلاص تقدم على شوتنج كوليج في المانيا. وفي برضه ميزه هنا، القبول هنا بيبقى اسهل، ان العدد اللي بيقدم مش كبير. عدد بيقدم ليه؟ للشوتنج كوليج اللي في كايرو، اللي في القاهره بيبقى العدد قليل، فهم حتى بيبقوا كلاس، ولو في زحمه بيفتحوا كلاس تاني. تمام. كمان المصاريف بتاعتها عايزين نتكلم برضو في مصاريفها. هم كل سنه بيغيروا السعر. يعني انت لو كتبت ستودنت كوليج ان كايرو هتطلع لك، لو كتبت السنه التحضيريه في مصر هيطلع لك اللينك. هم بسم الله ما شاء الله عاملين 75 سؤال هيفيدوا اي حد. المصاريف كام، المواد اللي بتدرسها، قدم الشهاده امتى. وبرضه هم بيبداوا من 15/3 كل سنه لغايه 15/6، دي فتره التقديم بتاعتهم. 15/3 15/6. لازم من قبليها اكون محضر كل ورق. لازم تكون قبلها محضر كل ورق. وفي حاجه هم للاسف عاملينها غلط كاتبينها في الموقع، ان هم انت ممكن تقدم وبعد كده تسلم شهاده اللغه. للاسف لغوا البند ده، بقت لازم تسلم شهاده اللغه قبل 15/6، قبل الميعاد ما ينتهي. والسعر بيتجدد كل سنه. هو دلوقتي كان زمان بالمصري، دلوقتي بقى عشان الظروف وكده بقى بالايرو يعني. طبعا. بس عايز اقول لك لو حسبتها هي نفسها الستودنت كوليج الخاصه في المانيا، بس ده انت ممكن هنا توفر اكتر، ان انت هنا لا في سكن لا في ايجار لا في تامين صحي، وهتصرف بالمصري. دلوقتي في ناس كتير بتسال هل كل جامعه الموضوع بيبقى صعب ولا سهل؟ وهل اقدم على جامعه واحده ولا اقدم على اكتر من جامعه، ولا الموضوع بيمشي ازاي؟ هقول لك الموضوع ان انت ممكن اتنين قدموا في نفس ذات الوقت، واحد يتقبل واحد يترفض من نفس الجامعه. لان ساعات الجامعه بيبقى العدد كبير، فبتقدم بياخدوا الGPA مثلا الاعلى. فانت في الحل ده امن حاجه ليك ان انت تقدم يا على جامعتين او 3. تمام، ان هتوفر معاك وهتسهل معاك. غير كده قبول الجامعه مهم، عشان هو ده اللي هيطلع لك الفيزا. يعني من غير قبول الجامعه انت ما تقدرش تقدم، حتى لو معاك البلوك اكاونت، حتى لو معاك شهاده اللغه وكل ده. طيب هو كل الجامعات في المانيا فيها ستودنت كوليج يعني؟ لا، مش كل جامعه. الجامعه، ما أنا زي ما قلنا هنخش على موقع الدار نعمل سيرش على الستودنت كوليج والتخصص اللي احنا عايزينه. يعني مش كل الجامعات متوفر فيها خالص؟ لا مش كل الجامعات، في اللي هي زي جامعه قلنا فيها تي كورس ام كورس بي كورس كده يعني. طيب دلوقتي انا حصلت على او في مره تيست دعوه ان انا اعمل امتحان، سافرت وما حصلش نصيب ان انا ما نجحتش في الامتحان. اوكي. ايه اللي هيتم بعد كده، او ايه بلان بي يعني؟ اوكي. هل كده الدنيا ناتج بالنسبه لي؟ شوف، بلان بي ان انت في الاغلب بتكون جايب كذا امتحان او في تيست لا قدر الله. وده ساعات بيحصل برضه، زي ما قلت لك الامتحان بيبقى صعب جدا. ان انت المشكله بيبقى داخل معاك ناس المان كانوا عايشين بره، الثانويه بتاعتهم العامه من بره، فهو بيجي يعمل شيرين كوليج، فبيبقى داخل الامتحان بالنسبه له سهل جدا. ثانية. يعني دلوقتي انت لما تأدي على كل جامعه بيكون ليها اوفلاين تيست بتاعها لوحدها. تمام. اوكي. جامعه مثلا في جامعه فرانكفورت، جامعه لايبزيج، جامعه برلين كده. اوكي. دخلت الامتحان وما توفقتش. قدامك حل من الاثنين، يا اما تشوف سنه تحضيريه خاصه بحيث ان انت هتدفع وتخش بفلوسك، بس السنه التحضيريه الخاصه الدراسه فيها ما بتبقاش قويه زي السنه التحضيريه الحكوميه. ليه؟ المدرسين هناك بتبقى كفاءتهم اعلى وكده. في العام ولا الخاص؟ لا، في الحكومي طبعا. تمام، ان هم بيبقوا دكاتره من الكليه.
تمام. فانت في الحاله دي يا اما هتستنى السمستر الجاي عشان تقدم على شوتنج كوليج تاني، وساعتها الكليه ممكن تساعدك تديك كام كده كورس يساعدك ان انت تبقى الامتحان الجاي تبقى كويس واحسن، او ان انت تشوف بلان بي اللي هي جامعه خاصه. اوكي. طيب لما انا بقدم على ستودنت كوليج وبقدم على الفيزا، الفيزا بتكون سماحيتها قد ايه يعني، او فاهمك فاهمك مدتها قد ايه. دلوقتي انا عشان اروح برضو اقدم على الفيزا لشوتنج كوليج هحتاج بلوك اكاونت واحد، الشهاده بتاعت اللغه، القبول بتاع اي جامعه، اي قبول كده 3، وهنحتاج سي في انت بتعملها. وبالنسبه للسي في ممكن على اي حد يخش على موقع يوروبا باس او يوروبا باس، انت ما بتكتب، انت بس بتكتب فيه بياناتك، هو بيعمل لك الديزاين وكل حاجه. ده سهل جدا. وبتعمل موديفيشن ليتر بتكتب فيها انت مسافر ليه وهتعمل ايه. بالظبط، انا عملتها على شات جي بي تي وعجبتك جدا. تمام. بلس ان لازم تعمل البلوك اكونت. اشهر حاجه دلوقتي فانتيبا بيعمل لك البلوك اكونت، بيعمل لك الهيلث انشورنس، خلي بالك. فانتيبا. عايز اقول لك انا لما رحت قدمت على الفيزا كان في بنت يعني الورق بتاعها وقف ليه، كانت فاكره ان التامين اللي هو بتاع مصر بتاع امان، للاسف في ناس وقعت فيه، ان هيغطيها هناك. طلع لا، ان انت لما بتخش فانتيبا عندك 3 اختيارات: بلوك اكونت عادي، بلوك اكونت بتامين، بلوك اكونت بتامين بلس تامين ضد الغير. انت لو اخترت الوسط اللي هو تامين صحي عادي، ده هيوفر معاك جدا. فانت التقديم اخدت كل الاوراق دي طلعت بيها على السفاره اللي هو مكتب التي ال اس. او بالمناسبه اسكندريه ما فيهاش مواعيد للدراسه، اللي ليها بس مواعيد للدراسه مكتب الشيخ زايد اللي في القاهره. معلش مش فاهم يعني ايه مواعيد. بمعنى ان انا مثلا دلوقتي عايز اقدم على فيزا دراسه، تمام، هروح للفرع التي ال اس اللي في الشيخ زايد، هاخد منه ميعاد. ما فيش. اسكندريه للاسف هنا بيزنس وسياحه. اوكي. تمام. الفيزا بتاخد من 3 اسابيع لشهرين، في ناس جات لهم اقل من 3 اسابيع. لان هي الورق بتاعك بيروح لمكتب الاجانب اللي في المانيا، بيدرسوه بيعملوه، هم اللي بيردوا على السفاره، ومن ساعتها السفاره هي اللي بتديك الموافقه. يعني مثلا ممكن واحد مقدم في برلين الموافقه تجيله في اسبوعين، واحد مقدم في فرانكفورت الموافقه تجيله بعد 3 شهور، على حسب مكتب الاجانب. اوكي. طيب قدمت الفيزا اللي بتاخدها المدة. المده دي برضو بتختلف من مكتب الاجانب والسفاره. مكتب الاجانب ممكن يبعت لك ان انت تاخد فيزا 6 شهور، يخلصوا هيجدد لك ويعمل لك اقامه. في مره في ناس اخذت سنه، في ناس بقى اخذت 3 شهور. اوكي. يعني دي ملهاش قاعده، ليها قاعده بالاوراق بتاعتك، ومكتب الاجانب بيرد بيقول السفاره ايه. فهل مثلا انا دلوقتي بعد الشر لو ما حصلش نصيب ان انا وقعت في الافنان تيست، ممكن ان انا السنه دي اشتغل لغايه الافنان تيست اللي بعدها؟ طبعا المكتب الاجانب، بس انت ساعتها هتروح لمكتب الاجانب تقول له ايه، تقول له انا وقعت بس انا دلوقتي ممكن اخد كورس اول اللغه بتاعتي وهكمل عشان اقدم السنه الجايه. ساعتها بيديك زي فيكسيون كده، حاجه لغايه لما تكمل. بس اول لما بتاخد قيد من الكليه ان انت خلاص بقيت طالب، ساعتها مكتب الاجانب بيطلع لك اقامه على طول، ان انت خلاص يعني السنه قاعد معانا وسنه هتدرس فيها. وغير كده انت هتحتاج من مكتب الاجانب تصريح العمل، ده بتاخده لما بيكون معاك اقامه. طب انا عارف دلوقتي طبعا ان الثانويه العامه بتاعتك كانت من بره مصر. مم. فانت مثلا لو الثانويه بتاعتك من بره مصر، من سوريا، مش من ليبيا، من اي حته تانية بره مصر، اوكي. هل بتمشي بنفس السيكونس ولا ايه اللي بينفع؟ بص، بتمشي بنفس السيكونس بس في اختلاف في حاجات. انا الشهاده بتاعتي كانت الثانويه العامه من السعوديه، تمام، عملت لها ليجلايزيشن. ان انت برضو ليجلايزيشن يعني اللي هو التوثيق بتاع الخارجيه الالمانيه، عملته من السفاره في السعوديه. ليه ما عملتوش من هنا مع اني قدمت من هنا؟ ان اي ورقه بتستخرج من اي دوله لازم تتوثق من السفاره اللي في نفس الدوله. يعني اوكي سوريا دلوقتي عندهم مشاكل والسفاره مسحوبه من المانيا، مسحوبه من سوريا، فالسوريين قايلين لهم ان انتوا تروحوا توثقوا من لبنان. ما اللي هو ما ينفعش يعني السوري ما يقدرش يوثق من اي حته تانية غير لبنان. تمام. فانا عملت ليجاليزيشن في السعوديه وترجمت اوراقي كلها من مترجم معتمد، وجيت بيها قدمت من مصر. طب لو حد من اي دوله تانية يعمل نفس الكلام، توثق من نفس الدوله وتقدم من اي سفاره. تمام. وتقدم ايه مصر؟ انت عملت الليجلايزيشن من السعوديه، خلاص كانك جاي واخد شغل من مصر. لا كاني معترف بيها من اي سفاره في المانيا. اوكي. يعني بس لازم مصر يكون ممكن تقدم بيها على الاي اس اس. بالظبط. وبرده دي من ضمن الحاجات اللي لازم تعمل لها ليجلايزيشن، اللي هو التوثيق الخارجيه الالمانيه. شهاده الثانويه العامه لازم يتعمل لها ليجلايزيشن عشان يعترف بيها في المانيا.
لازم تترجم الاول. لو الشهاده بالانجليزي مش محتاجه ترجمه. بس انا برضو عشان اقول لك ايه، انا ترجمت الشهاده. افرض مثلا رحت المانيا وقالوا لي ان احنا محتاجين ترجمه، فانا ترجمتها احتياطي. اوكي. طيب وبتطلع شهاده الثانويه العامه هنا من المصريين بيطلعوها من سجازين اعتقد. بص، انت بتروح تطلع شهاده ثانويه عامه عاديه، اوكي، هتعمل لها توثيق خارجيه، تمام. برضو الخارجيه. الخارجيه، انت شهاده ثانويه عامه مش محتاجه جامعه. ولو الكليه برضو، لو حد من الكليه هتحتاج ان انت تعمل ختم الناس من الكليه خارجيه. هي كانت كده الفكره بتاعت كليه جامعه خارجيه، مهم. وبعدين بتأجل بعدين السفاره. وبعدين السفاره عملت لها ليجلايزيشن. ترجمها ليه؟ الترجمه في مصر ارخص، حتى ان انت لما تسافر هتترجم هناك هتبقى اغلى، لان هناك هتحسب لك باليورو. ليه؟ بالظبط. عندكم في ام اي جي بتترجموا، بتعملوا برضه ديسكاونت تقريبا للطلاب. انت مش حبيبي. فهو ده اللي لازم برضه تعمله وانت بتقدم. شكرا يا مستر كتوت حبيبي. على القعده الحلوه دي. شكرا على المعلومات اللي انا استفدت منها وخدت فعلا خبره منك كتير. اي حد عنده طبعا اسئله او عنده اي صعوبات في موضوع الاسئله التحضيريه او الشتيم كليب، طبعا اكتب لنا في الكومنتات تحت وهنرد عليكم ان شاء الله، سواء على واتساب فيفر، يعني هنوصل لكم ونرد عليكم. فشكرا يا مستر كتوت. حبيبي الله يكرمك، مبسوط طبعا ان قعدنا مع بعض. جايه نقعد نفس القعده ان شاء الله. انا عملت لي في سنه الرياضه بتاعتي باذن الله يا رب. وكان في حاجه برضو كنت عايز اقولها، يعني دي حاجه في نفس الموضوع بتاعنا عن دراسه اللغه. انا درست في 3 اماكن، من ضمنهم مكان كبير ومعروف اللي هو اشهر مكان بس مش عايزين نقول اسمه يعني، تمام. ودرست في مكان تاني اونلاين، ودرست هنا في ام اي جي. انا مش بعمل يعني اعلان لام اي جي، انا درست في 3 اماكن كويسه جدا. بالظبط. لكن الفرق اللي فرق معايا المدرس الهير اللي اخذ من مستواي وطوره، تمام. ان انا ليه بقول النصيحه دي؟ انا دفعت 7000 في مكان، و7000 ده كام 2019، يعني كان مبلغ ساعتها، وبالكتب 7000 ونص. بصراحه ما استفدتش اي حاجه. فانا اهم حاجه في دراسه اللغه ان اللي هيشرح لي كويس، حتى لو هياخد مبلغ قليل بس هو كويس فهينفعني. فدي يعني النصيحه عايز اديها لاي حد عشان هتنفعه ان هو يخلص اللغه بسرعه ويقدر يقدم على اللي هو عايزه. شكرا يا مستر كتوت. حبيبي يا اسلام. معانا حبيبي، تعبك راح في اي وقت. سيب يا مستر كتوت السنه الجايه نقعد مع بعض باذن الله. احكي لنا عملت ايه في السنه. ان شاء الله حبيبي. طالع على شهر كام؟ ان شاء الله على اخر 10. اخر 10 باذن الله. حبيبي انا اسعد.